السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لسه أيام معدودة وندخل على العيد، كل سنة وانتم طيبين. تعالوا اليوم بقى بكوباية من السمنة وكوباية سكر وكوبايتين دقيق بتعملي أحلى غريبة دايبة كده دوب. يلا نبدأ، بسم الله ونصلي على الرسول وندخل مقادير. كوباية من السمنة، انت لو هتعملي بالمقادير هيبقى كوباية سمنة ونص كوباية سكر، بس انا الكوباية ديت معايا الحجم بتاعها كبير شوية، فهاخد كوباية سمنة وهاخد كوباية من بتاعة الشاي كده كوباية سكر ناعم. هنخله بقى كده علشان لو في اي تكتلات معايا. انت ممكن تعملي السمنة، ودي غلطة انا وقعت فيها بس يعني عالجتها. انت ممكن تعملي السمنة الاول تضربيها لما تبقى كريمي خالص، وبعدين تنزلي عليها بسكر البودرة، وبرضو تضربي فيها لما تبقى كريمي بالمضرب بقى الكهرباء، بالمضرب السلك، في العجان. بس طبعا مش هينفع في العجان لان الكمية صغيرة هتوه فيها. لو انت بقى هتضاعف الكمية وعندك عجان خلاص اشتغلي بيه، وممكن برضو تعمليه بايدك لغاية ما ينعم خالص كده ويبقى كريمي. انا بوريكي كده لان امهاتنا زمان الله يرحمهم ويحسن اليهم كانوا بيعملوه دايما على ايديهم، ولا كان عندهم مضرب كهرباء ولا مضرب سلك ولا عجان. ربنا يرحمهم يا رب واكتبوا في ميزان حسناتهم اجمعين. انا كده نزلت بباقي السكر لان انا كنت افتكرت اول ما نزلت السمنه نزلت عليها السكر، ودي كانت غلطه مني، بس ما حصلش اي حاجه يعني. انا اشتغلت وكانت كويسه، والعجينه معايا ما بينش فيها اي اختلاف. ضربته برضو شويه بايدي كده عشان اعرفكم انه ممكن يتعمل بالايد، وضربته برضو بمضرب الكهرباء. كده العجينة بقى معايا كريمي خالص كده. هبدأ انزل بقى بالدقيق. هنزل الاول كده برشة من الملح، وهنزل بالفانيليا، وديت اختياري، لو انت عايزة تستبعديها استبعديها، بس هي ما بتفرقش في حاجة يعني، ما بتبينش قوي، بس بتبقى الطعم حلو للغريب. كده العجينة معايا بقى كده بقت كريمي، السكر مع السمنة. هنزل بقى بكوبايتين من الدقيق، بس هنزل بكوباية كوباية. تمام كده. هندخل بقى الدقيق زي ما احنا متعودين، وطبعا انا هنا مستخدمه الدقيق اللي هو متعدد الاغراض. وبجد كده اعطتني كميه حلوه، وحاجه عاملاها في البيت، وحاجه حلوه كده، والولاد بيبقى جنبك فرحانين. ما خدتش مني اي حاجه يعني. انا ضربت كده السكر مع السمنه مع الدقيق، كان 10 دقايق ومخلصه. على ما ضربتهم كان الفرن مسبق التسخين، وعلى ما خلصتها وشكلتها ما خدتش اي وقت خالص على الاطلاق. صلى على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب وتغفر بها الذنوب وتقضي بها حوائج الدنيا كلها يا أرحم الراحمين. طبعا انا ما بعجنش لا الغريبه ولا اي نواعم بيتعجن، انت كده بس بتلمي كده العجينه كده، تشرب السمنه بالسكر، والعجينه معايا بسم الله ما شاء الله. وانت ممكن تتحكمي في العجينة لو معاكي ناشفة زودي معلقة من السمنة او معلقتين لحد ما تظبط معاكي القوام بتاعها. كده العجينة معايا مناسبة ومية مية. بسم الله ما شاء الله. العجينة هنا ممتازة، شايفين ما بتفلقش، العجينة ممتازة اللهم بارك. لو العجينة معاكي زي ما قلتلك ناشفة زودي معلقة سمنة. لو سايبة معاكي شوية وتحسي ان هي يعني سايبة مش ناشفة معاكي وسايبة قوي، بتضيفي لها معلقة من الدقيق او معلقتين، يعني واحدة واحدة كده لحد ما تظبط القوام معاك. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هتجيبي بقى الصينيه او الصاج اللي هيدخل معاك الفرن، ويفضل اللي هو يكون ألمونيا، بس انا ما كانش متوفر معايا لدي دلوقتي وكملت في صينيه تانية. طبعا الحجم اللي انت تحبيه، بس زي ما احنا متعودين ان الغريبه بيبقى الحجم بتاعها صغير كده. انا كده بكور كده واحطها جنب بعضها، وبعدين هعمل كده علامه بصباعي. وطبعا الغريبه والبوتفور والبسكويت والكعك، يعني حاجات كده كلها بسم الله ما شاء الله ما بتاخدش وقت معاكي، وحاجات كده بتعملها في البيت وانت مبسوطة وبسط اولادك حواليك. كل سنة وانتم طيبين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وطبعا انا بشكل كده واحط في الصاج او في الصينيه، انا ما دهنتش اي ماده دهنيه، الصاج على ما هو عليه، وضفت على طول الغريبه بدون اي دهون ولا بدون اي حاجه. كده بقى ان عندك لوز، عندك فستق، عندك اي حاجه بتحبيه شكلي بيه. انا كده كان عندي شويه لوز وشويه فستق فشكلت بيهم. لو عندك برضو فول سوداني، لو عندك برضو اي حاجه بتشكلي بيها او بتحبيها حطيها.
انا هعمل كده كمية وهشكلها بشوية مكسرات، وبعد كده هعمل برضو حبة كده ومش هحط فيهم اي حاجة. اول ما تطلع من الفرن هحط لها كريز. اي حاجة عندك بقى بتحبيها شكلي بيها يا حبيبة قلبي. قومي يلا هاتلك كوبايتين دقيق واعمليها، وادعي لي بقى دعوة حلوة من قلبك، وكل سنة وانتوا طيبين. وطبعا اثناء ما انا بشكل كده الغريبة، الفرن عندي مسبق التسخين على درجة حرارة 180. هتحط الصاج بتاعك على الرف الاوسط لمدة 10 ل 15 دقيقة حسب درجة حرارة الفرن بتاعك، وبتطلع معاكي ما بتقربيش لها خالص لحد ما تهدى، وبعدين اتعاملي معاها. تمام كده، بسم الله ما شاء الله، ما خدتش معايا اي وقت وكانت خلصانة على طول. من اسهل ما هتعملي ومن اسهل ما يمكن، السهل الممتنع. كده بقى هدخلها التلاجة الاول 5 دقايق، بعدها اطلعها من التلاجة وادخلها على الفرن. لازم تدخليها التلاجة كده شوية 5 دقايق على الاقل. هدخلها بقى الفرن، وبعد كده ما طلعت من الفرن هنقدمها بقى. بسم الله ما شاء الله، دي كده بوريكي بعد ما طلعتها من التلاجة دخلتها الفرن، وشايفين والله التصوير ظالمها. هي بسم الله ما شاء الله، يعني تحس كده ان هي واخده لون، بس هي بيضه في الحقيقه، وما هي ما كانتش باللون ده، بس التصوير ظالمها والاضاءه عندي بعافيه شويه. هنا بوريها لك بعد ما طلعت من الفرن على طول، وهي حاليا دلوقتي انا بوريها لك وهي سخنه، يعني انا ما سبتهاش لسه ترتاح لان انا كنت بشتري وقت بس. هنا بقى عندي كريز بقى اخضر، كريز احمر، اي حاجه عندك بقى شكلي بيها. قسمت كده الكريزاي النصين، وبدات كده اوزع على الغريبه اللي انا ما حطيتش فيها مكسرات، بس طبعا كنت معلماها بصباعي كده. ودي النتيجه النهائيه، بسم الله ما شاء الله. يعني اتمنى تجربوها، مش هتاخد منكم وقت خالص. وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يعود عليكم الايام بخير. وبكده وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى يكون الفيديو خفيف ولطيف على قلوبكم، واتمنى تجربوه وتقولوا لي في تعليقاتكم، واتمنى بقى ما تنسوناش من اللايك والشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.